مساء الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد. طبعا النهارده اللي شفتوا طبعا شايفين الفيديو كده، انا طالعه السطح استغربت لقيت حاجه غريبه جدا. بصراحه انا فاكره ان ذكر البط بيضرب البطه، فطبعا رحت الاول بعدته عنها. بعد كده لاحظت ان الذكر البط بيعمل نفس الحاجة دي. قلت يبقى اكيد ان هو عايز ايه، تمام، يكسر البط. طبعا بنسيبه مع البط عادي جدا، بنهتم بالاكل بتاعهم، نحط ردة وعيش ولو علف لو في امكانية، بس ما نكترش طبعا عشان نوفر تكلفة الأكل. نهتم بالأكل بتاعهم، نحط خضروات، نحط مية، لو في عناصر غذائية، في كالسيوم، أي فيتامينات نحطها لهم، لأن الفترة دي هتبقى مهمة جدا. بعد كده بوفر مكان دافي للبطة علشان ترقد فيه على البيت، ويستحسن طبعا أكون حاطة القش مثلا في قفص كده ليهم، بحيث ان هم يقدروا ان هم تبدأ انها تبيض. وطبعا الذكر البط بيبقى معاها لحد ما لاخر بيضة من البط، بيفضل ذكر البط موجود، لان لازم يخصب البيض وهي بتضع البيض بتاعها.